مودرن والنادي الاهلي، لان كان ماتش مودرن النهارده. مفاجاه كبيره وصدمه لجماهير النادي الاهلي بجد. يعني كله متخيل ان النادي الاهلي بعد الصفقات هيكسب 4 و5 والدنيا هتبقى زي الفل، واخد بالك، وهياخد الدوري من اول 4 5 ماتشات. ولكن الكلام شيء وعلى ارض الواقع شيء تاني خالص. النهارده النادي الاهلي بكل الصفقات وكل الامكانيات بيتعادل بسبب مدرب مع كل الاحترام والتقدير. هو عارف ان حتى لو لاعب فرقه اللي هي بتنافسه بيراميدز او الزمالك هيبقوا عاملين زون ديفنس بعد الصفقات اللي هي اتعملت الكبيره قوي دي. فلازم يكون حاطط في حسبانه ان الفرق اللي هي اقل من فرق المنافسه هتيجي توقف له في ال 18.